حلف رد السلطات الجزائرية على قرار المخزن بمصادرة عقارات مملوكة للدولة الجزائرية وضمها لوزارة الخارجية المغربية ردود أفعال مختلفة داخل المغرب، خاصة وأن بيان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حمل في طياته وبشكل صريح تهديد ووعيد لممارسات وسلوكيات وصفتها الجزائر على أنها استفزازات مباشرة. وفي أول رد رسمي من النظام المغربي نقلت وسائل إعلام مغربية تفاصيل القرار الخطير الذي سيزيد الهوة بين الجزائر والمغرب، وخوفا من التصعيد الجزائري المحتمل أكد النظام المغربي أنه بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، بعدما اتهمت الجزائر بأن محمد السادس قد خرق اتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة حماية السفارات والممثليات الدبلوماسية، وكمحاولة من والي المغرب محمد السادس احتواء الأزمة مع الجزائر. كشفت ذات المصادر أن والي المغرب قدم هدية للجزائر بعدما اقتنى 5000 متر مربع لتشييد السفارة الجزائرية الجديدة في مكان وصفها الإعلام المغربي بأنه راق جدا، مقابل التنازل عن العقارات القديمة المحاذية لوزارة الخارجية المغربية، في حين كشفت ذات المصادر أن الجزائر رفضت التخلي عن مقراتها القديمة والتنقل لمقرات جديدة تبرع بها محمد السادس إلى الجزائر. ويرى مراقبون بأن المخزن لا ينوي التصعيد مع الجزائر خوفا من ردة فعل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الوقت الراهن، وهو ما يفسر تعامل المخزن مع القضية بحذر شديد، خاصة وأن والي المغرب محمد السادس أصر على تقديم عقارات جديدة للجزائر، كما أصر على توضيح ذلك عبر إعلامه الخاص والعام.